الأوسكار الجائزة اللي يطمح لها ويريد يحققها كل ممثل ومخرج وكاتب وأي واحد يشتغل بمجال صناعة الأفلام. الجائزة تعلي من شأنه وترفع مكانته بهوليوود وتخليه يحصل على أدوار بالمستقبل، يعني ربح وفلوس أكثر. بس مع الأسف الأوسكار أو الأكاديمي، اللجنة اللي تنظم الحفل الأوسكار وتنطيها، بدأت تضعف وتفقد من مصداقيتها وتفقد قيمتها، وشفناها تدعم فئات وأجندات معينة وأطراف سياسية بالسنوات الأخيرة. اليوم الفيديو هذا راح أحكي على أسوأ الممثلين اللي فازوا بجائزة الأوسكار. أول ممثل راح أذكره اللي هو شون بين، اللي فاز به سنة 2008 على فيلم ميلك. الغريب بالموضوع أنه أبرز منافس له بذيك السنة اللي هو الممثل ميكي رورك فاز بكل الجوائز قبل الأوسكار. فاز بالبافتا والجولدن جلوب والكريتيك تشويس أوورد، يعني بقت له بس الأوسكار ويقفل على كل الجوائز سنة 2008 عن أفضل ممثل رئيسي. بس الأكاديمي كان لهم رأي ثاني وانطوها شون بين، لأن فيلم وايد كان يحكي عن شاذ، شخصية شاذة. مع الأسف قتلت أحد أجمل وأفضل عودات الممثل، انتهت مسيرته بالتسعينات ورجع بقوة بفيلم قدم أداء قوي وأخذ كل الجوائز بذيك السنة. يعني هي الأوسكار الوحيدة اللي بقت له. ميكي رورك ممثل ممتاز، ممثلين المفضلين عندي ميكي رورك. بدأ بالثمانينات بداية حلوة جيدة جدا، بس مع الأسف بالتسعينات انتهى وصار ملاكم، انتهت مسيرته وحتى وجهه تخرب، بدأ يسوي عمليات. بس رجع ويا روبرت رودريغيز بالألفينات فيلم وانس ابون ا تايم ان مكسيكو وسين سيتي اللي أنصح بيه بقوة. بس الفيلم زاد 18 يعني حضرتكم. الممثل اللي وراه اللي هو رامي مالك اللي فاز بيه بسنة 2018، السنة التعيسة بالأفلام اللي ما كان بيها أي فيلم زين أو جيد أو يذكر. بس هم زين السنة اللي وراها جت 2019 كانت سنة مليانة بالأفلام. شفنا تارانتينو، سكورسيزي، هواي، حتى كريستوفر نولان يرجع بالساحة. ساوط عليه خياس 2018. راي مالك مشكلتي إياه انه بس فاز بالاوسكار، انه ما قدم اي شي بعد ما فاز بالاوسكار. 6 سنوات لحد الان ما قاعد يقدر يحصل على دور بطولة باي فيلم، وهذا ممثل فايز بالاوسكار بافضل ممثل رئيسي. حدثني عن المنطق، حدثك عن ضربة حظ فاز بها رامي مالك بنص وبشخصية محبوب من هوليوود ففوزته بالأوسكار. الممثل كان مفروض يفوز والأقرب له اللي هو برادلي كوبر على فيلم ستار از بورن، بس لأنه أخرج الفيلم ومثله بنفس الوقت فالأوسكار طارت عن الشي هذا. صارت قبل هواية ممثلين منهم كيفن كوستنر وميل جيبسون أخرجوا فيلم ومثلوه بنفس الوقت، ترشحوا بس ما أخذوا على الرغم من فوزهم جائزة أفضل مخرج. والممثل اللي وراه اللي هو ويل سميث بال 2022 على فيلم كينج ريتشاردز. هو كان عنده فرصة يفوز بالجائزة من كان بعمر وفترة أقدم، وترشح مرتين على فيلم آلي و Pursuit of Happiness. يمكن كان أقرب للجائزة فيلم Pursuit of Happiness، بس ورا 2008 ويل نوعا ما انتهت مسيرته. ما قام يحصل على أدوار درامية جيدة وشفناه بأفلام كارثية مثل فيلم أم نايت شامالان الكارثي أفتر لايف اللي ويل مثله بس على مود ابنه حتى ياخذ دور بطولة وياه. هنا فيلم كارثي الأخ اللي هو سوسايد سكواد نزل ب 2016. تحس الأكاديمي طول أوسكار لويل سميث كأنما تكريما لويل سميث، على الرغم ويل سميث بالنسبة لي ممثل يعتبر جيد، بس أبد ما تخيله ممثل أوسكاري. والممثل ترشح يعني يعتبر جيد 3 مرات واخذها مرة يعني. بس بال 2022 الممثل كان يستحق هو أندرو جارفيلد على فيلم تيك توك بوم، بس الأوسكار فضلت ويل سميث. كان اكو فترة دعم من بداية ما نزل فيلم كينج ريتشاردز على موسم الجوائز، دعم كبير الويل سميث. وقبل لا يستلم الجائزة سوى كارثة من ضرب راشدي الشهير مالته كريس روك اللي نهى مسيرته حرفيا. الكل قاطعه بعد الراشدي اللي سواه، الاستديوهات ما قام ينطي افلام حتى ادوار حتى يمثلها، وصار مكروه مقاطع من قبل الكل بهوليوود. فجود جوب ويل سميث. الممثل اللي وراه اللي هو جون دوجردان بال 2012 على فيلم ذا ارت. هذا الممثل يمكن اول مرة تسمعونه وانا اول مرة اسمع به. ممثل فرنسي ما ادري شلون اخذ الاوسكار، وخذ على ممثلين يعني اسماء كبيرة مثل جورج كلوني وبراد بيت وجاري اولدمان. و 2012 تعتبر من اسوأ السنين اللي مرت كافلام وحتى موسم الجوائز. والحفل الكارثي من النساء اللي قدمه جيمس فرانكو. ايه بالمناسبة جيمس فرانكو ترشح بنفس السنة على أفضل ممثل دور رئيسي. إيه جيمس فرانكو يترشح أوسكار بعد قد كان السنة تعبانة. كانت حالة غريبة يعني. موسم الجوائز بالجولدن جلوب حصلها جورج كلوني، بس أنا برأيي وبنظري كان مفروض ياخذها براد بيت على فيلم ماني بول.
أشوفه قدم أداء محترم ممتاز، شو حتى بعمر مناسب حتى يحصل جائزة الأوسكار. لا، الأكاديمي انطتها بال2020 بعد ما كبر، وانطوا على فئة أفضل ممثل مساعد مو على رئيسي، على الرغم براد بيت ممثل رئيسي كان. الممثل اللي وراه الباتشينو. إيه، يمكن راح تنصدمون، الباتشينو شلون؟ الباتشينو اعتبره من أفضل الممثلين بالتاريخ، وأعتقد أي واحد يشوف فيلم وإنسان وأي واحد عنده عقل يعتبر الباتشينو من أفضل الممثلين بالتاريخ، هاي ما عليها أي خلاف. بس الفيلم اللي فاز عليه سينس اوف وومن كان اختيار غريب، يعني خذ بعمر متأخر، والأكاديمي بالتسعينات تذكروا اوه الباتشينو ما ماخذ اوسكار. اي صح هو مترشح، خلنا نعطي اوسكار تكريما على المسيرة اللي قدمها الأسطورية. الباتشينو بالسبعينات قدم 4 سنوات 4 أفلام، يعني ما حد يقدر يكررها. جاد فاذر الجزء الأول، جاد فاذر الجزء الثاني، وسيبريكو، ودوغ داي افترنون، وانجستس فور، كلها ب4 سنوات إلى 5 سنوات، كلها ترشح عليها أوسكار بس ما حصل أي وحدة منهم. غريب هذا الشي. فمن المؤسف إنه الباتشينو أخذها بعمر متأخر، والناس هتتذكر أوه أخذ الأوسكار على سنس اوف وومن، ما أخذها على أعمال أسطورية. يعني أنا برأيي حتى لو ما أخذها على سنس اوف وومن كان يقدر يحصلها بسنين لوخ، يمكن فيلم دوني براسكو، أو حتى بآيرشمان. على عكس صديقه ومنافس إله روبرت دينيرو، أخذ من كان بقيمته بالسبعينات وبالثمانينات جائزتين. الباتشينو أخذ جائزة